فيكم بفيديو جديد. بمقطع نشرته أصالة مالح كان واضح فيه إنه أهلها زاروها. حنترقب فيديو عائلي بالعربي أخيراً على القناة العربية. وعايدت أصالة أخوها طارق بمناسبة عيد ميلاده. ومن جهة ثانية في دبي احتفل اليوتيوبر السوريين بحفل زفاف صديقهم، ما عدا غيث مروان اللي ما استطاع إنه يتواجد بسبب مرضه، وفضل إنه يطلع مع خطيبته سارة ليغيروا جو. حترككم مع المقاطع وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وباللحظات اللي كانوا اليوتيوبر بيحتفلوا بعرس صديقهم، رح نشوف بمقاطع سارة بتحاول تخفف عن غيث مروان بكل الأوقات، وبكل مرة بتثبت له إنها بتستحق حبه باهتمامها الكبير إله. شوفوا اللقطات وتركوا لي رأيكم بالتعليقات. شوفوا مين طلع. أخلص منك والدراما تبعك. عم بمزح سلامتك. بعطس بوجهك والله انا خليك تنام بالتلفزيون. هذا التهديد هلا بعطس بوشك. لما في حدا بيجي على البحر بحط في الميك اب، ايش عيب عليك؟ حابة هيك اتجمل مشان مكاتب. لا ليش؟ كنا رايحين على العرس. رايحين على العرس. انا كان ظبطت حاله وجهزت حاله، انا كنسلت. انا اسف. ليه لا تقول اسف حبيبي؟ اوكي انا رابطه شعري من هون، شادته هيك بربطه كتير صغيره وغيث بفك لي اياها لانه راسي عم يوجعني. شو هاد شو عم تقص؟ بليز مو شعري. دكتور تلخص لي عادي؟ لا غيث اضحك. لا تقول ايه. شاي اعمل ايه؟ ماسك سكين، انا عم بمسح بسكين. اقسم بالله كيف ملزقه ما بعرف. يي والله خايف اوصل لك شعرك. سوري بالغلط. بالغلط. اقسم بالله يعني مش طبيعي. مش خليها براسك. شو هذا؟ حتى شيلك يا انا. انت قصيتها؟ ايه خلص تمام. اذا ما بدك قصيتها تشيلك اياها تعمل هيك. لا حتى اذا قصيتها خلاص. ومع فكة ربطة سارة بنكون خلصنا الفيديو. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولمزيد من الفيديوهات ومقاطع انستغرام وسناب شات وتيك توك تابعوني بتفعيل الجرس. شكرا لمتابعتكم ودمتم بخير.